أهلا بكم مجددا مشاهدينا متابعينا. إذا انتهت هذه القمة من جولة 21 بين مولودية الجزائر المتصدر وشبيبة القبائل بتعادل السلبي دون أهداف. كنا نود أن تكون فيها الأهداف لتحلو خاصة مثل هذه المباريات، لكن غابت الأهداف وغابت النجاعة الهجومية ليبقى مولودية الجزائر متصدر في الجدول العام برصيد 37 نقطة، في حين شبيبة القبائل ارتقت إلى المركز التاسع برصيد 25 نقطة. ذات النتيجة أيضا انتهت عليها مباراة نادي الرياضي القسنطيني وشباب بلوزداد بتعادل السلبي. نحلل إذا أطوار هذه المباراة ومشاهدنا. جمال، أبدأ بك، هل هو تعادل عادل أم أن المولودية ضيعت فوز كان في المتناول؟ ما تقدرش تقول المولودية ضيعت الفوز كان في المتناول، لأن هنا تنحي يعني الأحقية شبيبة القبائل اللي دافعت بكل قوة، ما هاجمتش كثير لكنها دافعت بصلابة. ما نساوش ثاني الحارس قاية مرباح اللي كان عنده تدخلين ولا 3 حاسمين. نتوقع أنه مولودية الجزائر شبيبة القبائل يعني خرجت بما أرادت من هذا اللقاء، عكس مولودية الجزائر التي كانت تريد ترتيب البيت بالفوز. لكن مازال البطولة طويلة، وعلى كل واحد يعني الآن تحمل مسؤولياته في المستقبل. ونظن أنه تعادل يعني أنا نعتبره عادل لمجريات اللقاء، تعادل عادي. نعم. حسين يحيى، صراع تكتيكي شاهدناه أم أنه صراع في الجودة الهجومية؟ اليوم ما شاهدناش ربما الجودة الهجومية من كلا الفريقين اللي كانت بإمكانها أن تصنع الفارق. نعم، ما كانش، لأن أهمية وفائدة النتيجة اللي خلت الفريقين يلعبوا بحذر، نشوفوا ضغط على الفريقين اثنين. ولكن المولودية أخلقت عدة فرص لم تسجل في مقابلة كبيرة. هذه الأهمية نتيجة. لما تكلمنا في بداية الحصة قلنا باللي التركيز وخاصة لاستغلال الفرص، لم تستغل الفعالية، لم تستغل المولودية هذه الفعالية، والناط حق شبيبة لأن كان انضباط تكتيكي، كان هدوء في التمركز تاعهم. وزيد ما نساوش كذلك غايا اللي كان في المستوى، ممكن الفضل الكبير يولي لغاية. حسين، هل كانت الخوف من الخسارة أكثر من الرغبة في الفوز؟ لا، أنا والله بكل صراحة أخترق ما نمش كثير بالخوف، لأن اللي يخاف ما يجيش يلعب الكرة. أنت تلعب في ملعب كما هذا ما شاء الله، تلعب في فرق كبيرة. بالنظر لوضعية الفريقين يعني خلتهم نعم تفادي الهزيمة ومن ثم البحث عن الفوز. نعم واضح، لأن أهمية الفوز مهم للفريقين الاثنين. ولكن لما تلعب في الشبيبة وتلعب في مولودية الجزائر وأنت في ملعب جميل، جمهور غفير، عليك أن تحترم وتركز وتضحي باش تكون في المستوى، لأن كانت عدة فرص المولودية لم تسجل وفرص سانحة، وكذلك شبيبة القبائل دفاعها كان صلب، كان دفاعها صلب، وكان هدوء في التمركز تاعهم، كان لم يكن قلق، كأنهم النقطة اللي كانوا يحوسوا عليها خدوها. استعاد عافيته دفاع شبيبة الذي كان يتدخل الكثير من الأهداف في مباراة اليوم. أثبت أنه بلول، وخاصة بلول اليوم بالعيد، بلول لعب مباراة نعم. مليحة. حين نقولوا الشبيبة دافعت يعني لم تبالغ في الدفاع كثيرا. شبيبة القبائل يعني لعبوا بذكاء، لعبوا بدفاع متوسط. يعني حتى تشوف يعني الفرص اللي جاتهم 1 ولا 2 اللي كانت في الإطار اللي كان بقايا اليوم في يومه. لكن حين تشوف يعني ماشي الدفاع يعني العشوائي اللي لعبوه، بالعكس كانوا يخرجوا الكرة من الخلف بعض المرات. كانوا تحسوا كانهم يغامروا. كان في بعض المرات حسيناهم غامروا شويه باللعب. يعني شفنا اليوم يعني وجه يعني مغاير شبيبة القبائل دفاعيا في من قبل. اما مولودية الجزائر دائما مشكل الفعاليه الهجوميه مستمره. فريق لما يفوز بصعوبه، يعني الفعاليه مستمره. اليوم اصطدمت بدفاع اللي كان فريق اللي كان منظم في الخلف. نتوقع انه على خاصه على ماكوينا. جمال، يعني قبل بما انك ذكرت اسم ماكوينا، قبل بدايه المباراه قلت ما قدروش نحاسبوا المدرب نعم بالطريقه التي لعبها. النتيجه هي التي ستعطيه الحق ام لا تعطيه الحق. الان بعد نهايه هذه المباراه شاهدنا ماكوينا حاول تغيير الكثير من الامور، حتى وين شاهدنا حليميه ظهير ايمن، ظهير ايسر، وخليف ظهير ايمن، الكثير من التغييرات لكنها لم تاتي وفلها في النهايه. شوف طارق، ما نكونوش شعبويين
شفويين ونتكلموا على النهج التكتيكي 4-4-2. يعني احنا نتكلموا على التوليفه الهجوميه، يعني حين تلعب بدون مهاجم، يعني صريح. بدون مهاجم صريح، حتى لو تلعب 4-4-2 في بعض المرات وتلعب مهاجم صريح اللي يخلص لك الفرص، يعني الناس ما تقولكش علاش لعبت 4-4-2. يعني ماشي هذا هو المشكل في مولودية الجزائر، مش في الرقم، يعني ماشي في الرقم، ولا المشكل في التوليفه الهجوميه. مثلا كيبري كان الاخطر في مولودية الجزائر، يعني خروجه لو دخل بنغورا واستمر كيبري معاه ممكن كنا نشوفوا وجه مغاير لهجوم مولودية الجزائر. لكن دائما نتكلم وترجع انه شبيبه القبائل كانت منظمه دفاعيا، لهذا صعبه المأمورية على المولودية. بالنسبة لزيمباور، هل نجح في حد من خطورة المولودية أم أنه لم يؤمن ربما بإمكانية تحقيق الفوز، ولو أنه أجرى تغييرات هجومية بحتة؟ حسين. نعم، اظن زيمباور نجح في المهمه تاع اليوم، لان خدا نقطه اولا، وكان الفريق تاع شبيبه القبائل منظما تكتيكيا، انضباط تكتيكي قوي، وزيد هالانضباط محكوم بهدوء برزانه. شفنا كل الهجومات والمحاولات تاع المولوديه لم تصنع فرق، ولكن صراحه نقولوا ان المولوديه سهلت مهمة شبيبة. كانت فرص، عدة فرص في مقابلة كما هذه، لما تطيح لك فرصة لازم تسجلها. والمولودية لما نشوف هنايا تقريبا 5 فرص. هل هذا تعثر بالنسبة للمولودية حسين، خاصة في سباق البطولة؟ لأنه المولودية تنتظرها أيضا جبهة أخرى، مباراة القادمة ديربي أمام شباب الوزداد في ربع نهائي الكاس، ستؤثر أم لن تؤثر؟ تعادل تاع اليوم لم يستفيد لا المولودية ولا شبيبة، وخاصة المولودية، لأن لما ما تفوز في عدة مقابلات يدخل نقص الثقة، غضب الجمهور هنا يخليك ممكن تصعب عليك الأمور في المستقبل. هل المولودية فقدت نقطتين في سباق؟ أنا أشوف أنه تعثر مولودية الجزائر تعثر ذهني أكثر منه، لأنه المولودية عندها أريحية النقاط وأريحية مباراة متأخرة، لأنه الجمهور تحسه ما عجبوش الحال اليوم، ليس من أجل النقاط، بل من أجل عارف المرحلة الجاية راح تكون صعبة، مباراة كاس تدخل يعني في يعني شباب الوزداد الآن منتشي بنقطة من شباب من قسنطينة، مولودية متعثرة في ميدانها، مباراة الجاية راح تكون في مونديلا يعني خارج معقل مولودية الجزائر، مباراة راح تكون صعبة. أنا نظن هذا التعادل تاع اليوم ما يخدمش المولودية ذهنيا أكثر منه يعني من ناحية الترتيب ولا النقاط. نعم، إذن هذه كانت حصيلة اليوم. بالنسبة لمباريات الرابطة المحترفة، الموعد يتجدد غدا مع 3 مباريات. مولودية البيض تستقبل اتحاد العاصمة بداية من الساعة 2:30 سوالا، نادي بارادو يستقبل مولودية وهران بداية من الساعة 2:30 دائما، وشبيبة الثورة تستقبل نجم الرياضي لبن عكنون بداية من الساعة 10. على أن تستكمل المباريات يوم السبت القادم، اتحاد خنشلة سيستقبل أولمبيك أخبو، وفاق سطيف يستقبل ترجي مستغانم، ومستقبل الرويسات سيستقبل أولمبي شلفيلا.